حياكم الله مشاهدينا الكرام. انتهت مباراتنا مع المنتخب السوري بالتعادل الإيجابي 1-1. أنا دائما أقول في عالم كرة القدم العب وقاتل وسوي اللي عليك، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وإحنا اليوم لاعبيننا ما قصروا، والله العظيم ما قصروا، لعبوا وقاتلوا، سوينا كل شيء، ضيعنا فرص بالجملة ضيعنا اليوم. لكن بعد في النهاية منتخب سوريا منتخب محترم حقيقة يعني، وعنده لاعبين بعد يخلصون، مثل ما أنت عندك لعيبة ممتازين هم عندهم خريبين. عندك لاعب جاته فرصة جاب فيه جول، استغل الوضع على طول. أكرم عفيف سوى كل شيء في المباراة اليوم، ما أدري إيش المدرب طلعه بصراحة. حتى إدميلسون حتى لو تعب أو كان بعد مصدر قلق للمنتخب السوري، وهو الأسيست لجولنا. كان ما ودي هالاثنين يطلعون بصراحة. أنا مش فني، بس أنا أتكلم كواحد من الجمهور، اعتبروني شباب. إحنا اليوم تعادلنا بطعم الخسارة، وضعنا صعب للغاية، لأن سوريا 4 نقاط، فلسطين 4 نقاط، أنا نقطة. دخلنا في حسابات صعبة، لو أقعد أقول لكم إياها بصعبها يمكن بعد عليكم. لازم أنا أفوز المباراة الأخيرة حتما، هي ما في نقاش، ولازم أعتقد سوريا هي اللي تخسر من فلسطين. ولكن لو فلسطين وسوريا تعادلوا هم الاثنين بيروحون وأنا برا. جمهور قطر، جمهورنا بيض الله وجهكم، الحضور والمؤازرة والتشجيع والحماس في أرض الملعب كان على أعلى مستوى. لاعبيننا كانوا على أعلى مستوى اليوم، حرام. الشيء الوحيد يمكن أتكلم عنه لو بتيجي يعني، أنا ما أدري إيش طلع أكرم، والله جد يعني، حتى لو أخذ بطاقة صفراء يا أخي خله. إدميلسون خله، ليش يطلعون؟ حرام. إحنا كنا نتكلم إن نقصنا رأس حربة واحد صريح، وفعلا دخل على جاب لنا جول. ما كنت أتوقع إن هذا الشيء يصير بصراحة، وهذا يعني في النهاية بعد الله سبحانه وتعالى كاتب إننا نتعادل. الحمد لله على كل حال. لكن والله ما أدري إيش أقول لكم يعني، أنا صداع بصراحة في اللحظات الأخيرة، وحتى عقب ما جعل لنا الجول بعد استلمنا كورة وضغطنا، ربعنا ما قصروا، أمانة ما قصروا. لكن يعني ما أدري. سوريا مبروكين نقطة ثمينة جدا. نقطة هذه ممكن تأهلوا من الدور المقبل. منتخب محترم، منتخب ثقيل حقيقة يعني، ما لعبوا مباراة قوية وكبيرة. وأيضا شكرا للجمهور السوري اللي حضر وشجع وآزر منتخب وطنه، وقفوا مع بلادهم حتى الدقائق الأخيرة. مباراة كانت مثالية بالنسبة لي، مباراة كانت مثالية، في لعب، في مستوى، في قتال، فيها هدفين، فيها جمهور عريق وكبير. اوكي انا كنت ابي تكتمل يعني نحن نفوز يعني، بس كانت راح تكتمل الصورة بالنسبة لي. لكن اقول الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، والله يعوضنا خير ان شاء الله. مايد، اقول كان بالامكان افضل مما كان حقيقة. يعني احنا خلينا نبدا من التشكيل المباراة في الاساس ان نلعب بدون راس حربة، وهنا اجمعنا بين الشوطين انه يجب ان يدخل يا مونتاري يا احمد علاء، وفعلا دخل احمد علاء وعمل الفارق وتقدمنا. اثنين، المباراة دائما 90 دقيقة، مش 70 ولا 75 دقيقة. احنا لعبنا 75 دقيقة بشكل ما تفضلت بأداء مثالي، لكن ال 15 دقيقة سلمت للفريق السوري. بناء على ايش؟ دخلت احمد فتحي محور دفاعي، دخلت وعد حطيته محور دفاعي، سحبت ادميلسون، سحبت اكرم، عطت المباراة وعطت اشارة سيجنال بسيط للفريق السوري انه يتقدم عليك، وهذا ما حصل. يعني المدرب خلينا نقول ايضا اخطاء حقيقة. صح احنا لعبنا 75 دقيقة مثالية لكن بدون راس حربة، سيطرنا في وسط الملعب، كان دفاعنا منظم جيد. لكن المباراة 90 دقيقة يجب كيف تتعامل معها، متى تدخل اللاعب المناسب في الوقت المناسب، متى تبدأ بهذا التشكيل أو هذا التشكيل. فهذه حقيقة الأمور غابت عن المدرب. كان بالإمكان الفريق السوري قوي، احنا تركنا خريبين مرتين. تركناه في الشوط الأول، كان يسجل كان يسجل هدف اللي رماها فوق الحارس وبعدها وعد. وأيضا الكرة الثانية المفروض خلاص الحارس يبعد اللاعبين من 18. اثنين، صارت عندنا ركنية في الدقائق الأخيرة اللي شفتوها، المفروض يعني برشم ما يروح هناك، النقطة عندك أحسن من لا شيء. يعني لو جعل لنا فوز طلعنا احنا من الحسبة. واضح أن الفريق ما يركز في الدقائق الأخيرة من المباراة. تلعب في 90 دقيقة وليس 70 وليس 60 ولا 75، تلعب للدقيقة 90 لين تدخل غرفة الملابس أنت تخلص
تخلص من مهمتك، ما دام انك في الملعب تركز. عب علينا التركيز الذهني والتركيز في المباراه، وايضا تعامل المدرب حقيقه لها اخطاء في المباراه. نشكر حقيقه الجماهير وكاداء عام، يعني اذا انت قلت 75% انت لعبت بشكل جيد، اوكي مرضيه النتيجه، مرضيه كاداء افضل من المباراه السابقه مع فلسطين. خالد سلمان. في البدايه خليني ابارك حق اخوي احمد عزام، اقول له الف مبروك. الله يبارك بعمرك. وتستاهلون وان شاء الله موفقين في مباراتكم القادمه. ابارك طبعا حق الجمهور العريض اللي حضر، اللي هو الجمهور السوري، اقول له الف مبروك على هذه النتيجه، ونتيجه ايجابيه اكيد، انه خصوصا انه يتم تسجيل هدف ياخذ الوقت الضايع. نعم، حسابات موجوده في ارض الملعب كانت بالنسبه للوبيتيجي حتى في بدايه التشكيل، يعني انا من الاشخاص كنت اعترض، لكن الصراحه بالتشكيل اللي وضعه في ارض الملعب واداره المباراه بشكل عام كانت على مستوى عالي الصراحه في الشوط الاول، حتى في الشوط الثاني، وحتى سجلنا الهدف. المشكله وين صارت في التغييرات. المدرب اللي ما يوقف على 90 دقيقه صح، هنا المشكله مشكله كبيره. يعني انت في الدقيقه 79 استبدلت محمد خالد بأدملسون. أدملسون اوكي تعب، المجهود الجبار اللي عمله، لكن من التعب عكسيه منه موزونه كانت لاحمد علاء، سجل منه الهدف. في الدقيقه 80 رحت شلت يعني نزلت قصدي احمد فتحي، وشلت عبد العزيز حاتم. تغيير مركز بمركز، يعني نفس المركز، اللاعب قصدي بلاعب في نفس اداء المركز، بما ان الفريق كان في ذيك اللحظه لا يعاني، كان يحتاج الى زياده في الدقيقه 80 انك تزيد الزياده العدديه ممكن في الدفاع، وتلعب بالثلاثه في الدفاع وتامن المنطقه الدفاعيه. يعني كنت تحتاج لوكاس اللي ينزل في ارض الملعب، ما كنت تحتاج التغييرات. التغيير طبعا اللي بالنسبه لك اللي كذلك ما عمل اي نقله نوعيه في نزول احمد فتحي، فكان عندك تغييرين بالنسبه لك مو صحيح، اللي هو تغيير محمد خالد، لا تقليل من قيمتهم الفنيه بس في الاضافه بالنسبه لك، وتغيير طبعا اللي تم بالنسبه لاستبدال لوكاس. انت عندك لاعب اذا حطيته في ارض الملعب يشغل لك 4 مدافعين، ما يشغل واحد. اكرم عندك واحد اذا مسك الكوره، كل كوره يمسكها التمريره اللي تطلع من عنده معناته لاعب في ارض الملعب راح تشكل خطوره بالنسبه لك. شاغل الدفاع الموجود بالنسبه للمنتخب السوري في المراقبه، اقل حاجه ياخذ في المراقبه لاعبين، اقل حاجه واحد مراقب للاعب وواحد مراقب للمساحه يكون موجود بالنسبه له. فسحبته، انت سحبت الضغط الموجود الهجومي بالنسبه لك على